السلام عليكم. ايه هي المعارضة؟ بسمع كلام كتير جدا وبنسمع لفظ المعارضة ده كتير جدا. اول ما تلاقي نفسك عليك حكم مع ما كنتش تعرف وطلع لك او ظهر لك يقول لك ايه، روح يا عم اعمل معارضة. فانت ما انتش فاهم يعني ايه معارضة. انا هقول لك دلوقتي يعني ايه معارضة وكل الاحكام المتعلقة بالمعارضة والاعلان بالمعارضة وامتى تعارض ولو ما عارضتش خلال مدة معينة ايه اللي بيحصل. ولو انت واخد حكم على واحد في شيك او في ايصال او في شيك او في ايصال امانه او كده وعايز تعلنه، امتى الاعلان بتاعك بيكون صحيح والمده القانونيه بتبدا، وامتى وهو ايه طبيعه المعارضه في الاساس اصلا، هي عامله ازاي، وهل ممكن وانا بعمل معارضه القاضي يزود العقوبه ولا لا. كل الكلام ده انا هقول لك عليه دلوقتي. اول حاجه، ما تنساش بس قبل ما اقول لك ايه المعارضه واقول لك كل احكامها، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. طيب ايه هي المعارضه؟ طبيعه المعارضه ايه؟ طبيعه المعارضه انها اعاده محاكمه. انا والله صدر ضدي حكم غيابي. هي قال لك القانون قال لك ايه؟ القانون قال لك ان المعارضه بتكون في ايه؟ في الاحكام الغيابيه الصادره في جنحه بعقوبه مقيده للحريه. يبقى امتى اقدر اعارض لما يكون في حكم غيابي انا ما كنتش حاضره وما كنتش اعرف عنه حاجه. المحكمه اصدرته في حقي، قالت اسامه مثلا حبس 3 شهور، اسامه حبس 6 شهور، وايا ما كان ماشي. وصادر عليا في جنحه، اي جنحه انا عملتها، والجنح احنا عارفين ان عقوبتها الحبس والغرامه، فهو قال لك لازم تكون بعقوبه مقيده للحريه، يعني قصده ان العقوبه اللي صدرت تكون بالحبس. تمام؟ طيب ده بالنسبه للاول. يبقى اول حاجه المعارضه لازم تكون في الاحكام الغيابيه الصادره في جنحه بعقوبه مقيده للحريه. طيب هي ايه طبيعه المعارضه؟ قال لك المعارضه دي عباره عن اعاده محاكمه. انا طالما ما كانش عندي علم بالحكم اللي صدر عليا وما عرفتش، فالقانون بيديك فرصه انك انت تروح قدام القاضي اللي هو او قدام نفس الدرجه اللي اصدرت الحكم بتاعك، عشان ما تفوتكش درجه من درجات ايه، من درجات التقاضي، او ما تفوتكش درجه من الدرجات اللي هي اللي مديها لك القانون، عشان تقدر ايه، تعدل الحكم بتاعك. وبالتالي يبقى ليك فرصه حتى لو انت برضه هم ادوك الحكم انك انت ايه، انك انت تروح قدام المحكمه الاعلى وتغير في الحكم. طيب ده بالنسبه للمعارضه ومعناها. طيب ايه هي نوعيه الجرائم؟ قلنا نوعيه الجرائم ان هي بتكون المعارضه بتكون في الجنح. طيب بعرض خلال قد ايه؟ الاصل انك بتعارض خلال 10 ايام من تاريخ العلم. انت اول ما يتم اعلاء ما تعرف ان صدر عليك حكم غيابي بتعارض خلال 10 ايام. طب خليني ما عرفتش بالحكم. خليك معرفتش بالحكم، يبقى بنحسب لك 10 ايام من تاريخ العلم بيه ايا كان الوقت. والله الحكم صدر في 1/1/2020، انا عرفت في 1/3/2022 او في 1/1/2022. من 1/1/2022 نبدا نعد ايه؟ نبدا نعد ال 10 ايام. طيب خليني معرفتش بالحكم خالص. لو معرفتش بالحكم خالص هنا بعد 3 سنين بتسقط الدعوة بمضي المدة. يعني ايه بتسقط الدعوه بمضي المده؟ القانون حدد، قال لك ان الدعوه بتسقط بمرور مدد معينه، وان الدعوه وان عشان نتكلم اصلا عن سقوط الدعوه لازم ما يكونش صدر فيها حكم نهائي وبات، والا هنروح لسقوط العقوبه، مش هنبقى في سقوط الدعوه. فبالنسبه لسقوط الدعوه ما قدامك ايه؟ قدامك 3 سنين. لو 3 سنين ما تمش المعارضه في الحكم من تاريخ الحكم، هيعتبر الحكم ايه؟ هتعتبر الدعوه انقضت بمضي المده. طيب بالنسبه انا دلوقتي خدت حكم على واحد في ايصال امانه او في شيك او في اي حاجه، خدت حكم عليه بايه؟ خدت حكم عليه بمثلا ب3 شهور، ب6 شهور. طيب ما هو مش هيعارض الحكم بعد كده هينقضي بمضي المده، انا اعمل معاه، انا عايز اعلنه بالحكم صح. انا عندي حاجه اسمها الاعلان القانوني. الاعلان القانوني ده اما ان هو بيكون اعلان لشخص المتهم او اي من ذوي اللي هم محددهم القانون، او بيكون اعلان لجهه الاداره، ده بنسميه الاعلان القانوني. القانون ما بيعترفش في الجزئيه دي فيما يتعلق بالاعلان اللي جهه الاداره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو اعلنت جهه الاداره ال10 ايام ما بتسريش، ال10 ايام ما بيبداوش يتعدوا عشان يبدا الحكم، عشان ما يبداش يبقى ليا الحق في المعارضه الا من تاريخ اعلاني لشخصي. لو تم اعلاني لشخصي هنا ال10 ايام بيبداوا يتعدوا. طب هما ال10 ايام دول الميزه فيهم ايه، او الاهميه ليه انك انت تعلن الحكم، ولما تعلنه لشخصه؟ الميزه هنا ان ال10 ايام بيبداوا يعدوا الباشا، لو ما عارضش خلاص ما بيبقاش ليه حق المعارضه وبيبدا ايه، يروح الاستئناف. طيب لو عارض دلوقتي، لو انا كشخص عارضت وما رحتش الجلسه،
ايه اللي بيحصل؟ ما انت دلوقتي ممكن تتمسك في كمين، فلما تتمسك في كمين ياخدوك الاسم عشان تاني يوم تعارض، فعملت معارضه عشان اطلع، فعملت معارضه وطلعت، وجات يوم الجلسه بتاع المعارضه ما رحتش. ايه اللي بيحصل؟ قال لك المعارضه بتاخد حاجه اسمها كأن لم تكن، خلاص بيسقط حقك في المعارضه، ما بيبقاش ليك حق انك تعارض، فالمعارضه بتاخد حاجه اسمها كأن لم تكن. طب ايه اللي بيحصل؟ بتروح قدام محكمه الاستئناف بعد كده، عايز تستأنف بقى تقدر تبدأ تستأنف، انما كمعارضه مالكش خلاص الحق في المعارضه، لان هو عامل لك المعارضه عشان الحكم الغيابي، وسيادتك ما جيتش في الحكم وسيادتك بقى عندك علم بالحكم، ولما عارضت وعشان تروح قدام المحكمه اللي هي اصدرت الحكم ما رضتش تروح، فخلاص الموضوع بالنسبه لك خلص. طيب السؤال اللي بيتسال كمان، هل لو انا عملت معارضه ممكن ان انا اخاف ان هو ممكن يشدد عليا العقوبه؟ لا، في قاعده في القانون بتقول لك ايه، لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه. فطالما انت طعنت على الحكم، وطالما انت بتقول الحكم ده انا بتظلم منه، القاضي الاعلى ما بيقدرش ان هو يصدر الحكم ده او ان هو يشدد لك العقوبه. امال هو بيعمل ايه؟ لا، ما بيشددلكش العقوبه، ده القاضي الاعلى اما ان هو يصدر نفس الحكم او يصدر حكم اقل، بس ما ينفعش يشدد العقوبه. تمام؟ فدي قاعده لا يجوز الضرب ان يضار الطاعن بطعنه. فانت لو طعنت على الحكم بالمعارضه ما تخافش، كده كده ايه، مش هتتضر. طيب آم... وانا قلت لك ان المعارضه بتعتبر كأن لم تكن لو انت عارضت وما رحتش. دي كل الاحكام اللي ليها علاقه او كل ما يتعلق بالمعارضه في عجاله كده، اتمنى اكون وفيت وكفيت. لو عايز تسال اي سؤال ليه علاقه بالمعارضه اكتب كومنت وان شاء الله هرد عليك. شكرا جزيلا، السلام عليكم.